في عيد إبت رمبت أو راس السنة كان الكهنة بيخرجوا من المعبد ويوزعوا الهدايا على الأطفال. هدايا رمزية، تماثيل صغيرة، أكل وحلويات، قطع فنية بسيطة لكن معناها كبير جدا. أول هدية في السنة الجديدة، وده أصل فكرة هدايا الكريسماس اللي اتنقلت بعد كده للعالم كله. نيجي بقى للمفاجأة الكبيرة، شجرة الكريسماس المصرية. هنا بقى الحكاية اللي العالم كله مش عارفها. أصل شجرة الكريسماس مش أوروبا ولا ألمانيا ولا دول الغرب، أصلها مصري. الكلام ده مثبت من كبار علماء الآثار زي جيمس هنري في كتابه فجر الضمير. بيقول إيه بقى؟ بيقول إن المصريين كان عندهم أسطورة إن عودة إيزيس بعد موت أوزير ظهرت للناس في شكل شجرة خضراء بتنبت من الأرض السوداء، وبترمز لعودة الحياة بعد الموت. ومن هنا المصريين كانوا كل سنة يغرسوا شجرة خضراء ويرفعوها ويزينوها بقى بالحلي احتفالا ببداية الحياة من جديد. ويخرج بقى كبير الكهنة ويوزع الهدايا على الأطفال، اللي هو دلوقتي برضو نفس الموضوع بس اسمه بابا نويل.